الدستور اللي قال هندي للصحة 3% من الناتج القومي، وللتعليم 4% من الناتج القومي، وللبحث العلمي اللي كان مهمش 1% من الناتج القومي، أحرى إن احنا نكون كلنا وراه. الدستور اللي قال دولة بترعى التعاونيات برضه نكون كلنا. أنا جبت الحاجات المتعلقة بينا كفلاحين، أما الأيديولوجيات والاختلافات السياسية احنا مش بتوعنا، ناس بتوع استقرار من أيام الملك مينا. الدستور اللي قال إن مفيش تحصيل مال إلا بقانون احنا كلنا وراه. الدستور اللي قال للعاملين نصيب في إدارة الشركات ولصغار الفلاحين نصيب في مجالس إدارة الجمعيات الزراعية احنا كلنا وراه. الدستور اللي قال حماية قناة السويس واجب قوم وتنميتها مش بتاعت حد، بتاعت مصر، احنا كلنا وراه. الدستور اللي قال الكرامة حق لكل مواطن احنا وراه. التعذيب جريمة لا تسقط احنا كلنا وراه. المواطنون لدى القانون سواء احنا كلنا وراه. مادة 71 جايز ما تخصناش، لكن بنقول ان الاعلام حر والاعلام مستقل زي الجامعات مستقلة، زي القضاء ما هو مستقل. لكل مواطن حق الانتخاب والترشح، مفيش خطوط حمراء على حد ما دام يتناسب ويتوافق مع القانون. لكل مواطن حق ان يتقدم بشكوى. مع المحافظ قال لي اكتب لي شكوى باسمك، حقك. الدستور اللي قال ان رئيس الجمهوريه ورئيس الدوله رئيس جهازها التنفيذي ويحاسب. دستور قال كده. هذا الدستور يا اخوانا انا شخصيا يعني صراحه بيقول ان هو بيمس حاجات الطبقات الشعبيه. الناس بتوع الكلام ما احناش تبعهم. احنا كلنا ان شاء الله يوم 14 و15 نتوجه عشان نقول كلمتنا ونثبت النبي زي ما قال ابننا الاستاذ مبروك انها منطقه فعاله وان لها دور في العمل السياسي والعمل التنفيذي. شكرا معالي المحافظ، شكرا الساده الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لو سمحتوا